موسم المانجا يعني يلا بقى كيك مانجا خطير وطعمه تحفة وهش جدا، ومن غير اي مكونات بقى وحاجات كده هتشتريها من بره كتيرة ولا اي حاجة، لا لا خالص. هتعملي كيكة هشة بمقادير سهلة جدا وبسيطة. تعالى اقولك: 3 بيضات، هتحطي معاهم كوباية الا ربع من السكر ورشة فانيليا سايلة. ما بتحبيش السايلة عادي جدا، حطي البودر، اضربيهم ضربا مبرحا في الخلاط. في نفس الكوباية كوباية الا ربع لبن، كوباية الا ربع من الزيت، واضربيهم برضو ضربا مبرحا في الخلاط. بعد كده بنفس المعيار هتحطي بيه كوبايتين من الدقيق المنخول او الدقيق المخصص للكيك، او الدقيق بتاع المخبوزات العادي. عليه كيس كيك شيف، قلبيهم كويس جدا جدا جدا. ابدأي نزلي الخليط عليه وقلبيهم كويس قوي، وقلبيهم كويس جدا جدا جدا. وحاولي ما يبقاش فيه اي كلاكيع. بتاع المضرب الصغنن ده اللي هو مضرب النسكافيه حلو قوي ان هو بيخليه يتضرب وما بيبقاش فيه اي كلاكيع خالص. في نفس الوقت ده سخني الفرن على درجه حراره 180. هاتي اي صاج عندك، اي صينيه، ادهنيها كده حبه زيت صغنطتين، وبعد كده نزلي فيها الخليط ودخليه الفرن في الرف اللي في الوسط، مش القريب من النار، الرف اللي في الوسط، على درجه حراره قد ايه، 180، لمده ربع ساعه. وتختبريها، لو لقيتيها لسه ما استوتش سيبيه 5 دقايق كمان. ده تمن كريم شانتيه اللي هو المحلى العادي. هتنزلي عليه معلقه بس من الميه، ما تقفوريش، هي معلقه من الميه. شايفين حبه قد ايه؟ وتفضلي تضربيه كويس جدا. اول ما تحسي ان هو اتضرب وخلاص اندمج مع الميه، نزلي عليه ربع كوبايه ميه تاني او معلقتين بمعلقتين. تفضلي تنزلي معلقتين ميه بمعلقتين ميه لغايه ما هتلاقيه بالقوام ده. شايفين كبر كده وقلبز معانا بقى وحاجات كتير كده. حطيه في التلاجة. هاتي المانجا بقى، نقي اكبر مانجا ناشفه، ويا ريت بقى تكوني مفرزناها في التلاجة او مش مفرزناها، حطوها كده ساعه في الفريزر. قشريها. انا قعدت محاولات كتير قوي لغايه ما اقشرها عشان انا عايزه اشيل القشر بس. اقطعيها بقى من الحته بتاعه النوى وابداي قطعيها ترانشات. وبعد ما تقطعي الكميه اللي انت محتاجاها، انا حوالي عملت معايا هي منجايه واحده او منجايه وربع، حطيتها في التلاجة شويه عشان خاطر لما اجي احطها تبقى كده ماسكه نفسها، مش بتلظ معايا وبتقع والحاجات دي. قطعت الكميه زي ما انتم شايفين ترانشات كده، وتاخد نص دايره عشان خاطر ايه، تبقى مورده معانا كده واحنا بنحطها. الكيك اتعملت معانا، هنسيبها تبرد خالص في الفرن. بعد حوالي 20 دقيقة فتحت على الفرن 5 دقايق بعد ما طفيت النار عشان خاطر تتهوى شوية. بعد ما بردت خالص سخنت ربع كوباية من اللبن، دفيتها بمعنى أصح، وخرمت الكيك زي ما انتم شايفين. وبعد كده سقيت الكيك. ولو انت عاملة عصير مانجا ممكن تستبدلي اللبن بعصير المانجا عادي جدا. شايفين بقى قوام الكريم شانتيه تقل معانا ازاي بعد ما حطيناه من التلاجة. نفذوا اللي قلت لكم عليه، هتلاقوا احلى كريم شانتيه. ابدأي بقى نزلي شرايح المانجا بشكل دائري زي ما انتم شايفين. طبعا تقدروا تزينوها زي ما انتم عايزين، بس انا عايزه كده اعملها شكل ورده. انا قبل كده عملتها بالصفوف في الكنافه لو فاكرينها. دلوقتي عايزه اعملها شكل ورده كده وشكل لذيذ وخطير. قولي لي الاول متابعاني منين؟ انا ايه فاروق. قبل ما تكملوا الفيديو، انا ايه فاروق ومن مصر. اكتبوا لي في الكومنتات متابعيني منين وطبقتوا انهي وصفه من وصفاتي وانا من مصر. اكتبوا لي منين. شايفين شكلها فظيع حلو قوي. تقدروا كمان تعملوها وتقدموها في اعياد الميلاد او تقدموها لاي حد بتحبوه، واكتر حد بتحبوه. ما تنسوش نفسكم بعد يوم طويل من الشغل والتعب والارهاق. خدوا لكم حته كيك عشان خاطر نلمعها من على الوش كده. تقدري تعمليها باي جيلي حلويات، او معلقه عسل ابيض تخففيها بمعلقه ميه وتقلبيهم كويس جدا 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 وبفرشه كده، وسقيها من فوق وحطيها في التلاجة ساعه. وبالف هنا وشفا. وزي ما قلت لك ما تنسيش نفسك، تستاهلي ان انت تاخدي قطعه لوحدك متداريه عنهم مع كنزايه كده، تقعدي تاكليها وتشربي الكنز في روقان وتنسيهم خالص. صلوا على النبي في الكومنتات وقولوا لي مستنيين وصفات ايه تاني بالمانجا. عملنا كنافة بالمانجا، عملنا كيك المانجا، استنوا ايس كريم بالمانجا. احنا عملنا ايس كريم بجيلي وبقطع المانجا، جيلي الفراولة وقطع المانجا. استنوا بقى ايس كريم المانجا الخطير